بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم بداية جديدة. معاكم حسناء، والنهاردة فيديو مشتريات بسيطة. الحقيقة اشتريتها يوم ما كنت في المعرض السوري المصري اللي أنا روحته. معلش اتأخرت عليكم في الفيديو لظروف الدروس والمدرسة والمذاكرة والحاجات ديت. فأنا جبت جزئين من المشتريات، جزء أدوات منزلية أو رفايع للمطبخ بسيطة جدا، وجزء مستحضرات تجميل وكريمات للبشرة. تعالوا معايا الأول نتفرج على الحاجة بتاعة المطبخ. أول حاجة دي جبتها ملاحة تتحط على السفرة، تحطي فيها ملح وفلفل أو فلفل وكمون أو أي حاجة، أو ناحية مثلا ملح وفلفل وناحية كمون، الاستخدام اليومي يعني على السفرة. وتاني حاجة جبت الفرشة دي بتاعة الحوض. الفرشة دي بتتعبى صابون سائل من هنا، وبيتضغط عليها من فوق كده، بتنزل شوية صابون وتغسلي بيها. بس بصراحة عايزة اقول لكم حاجة، الفرشة دي طلعت اختراع فاشل جدا، لان انا كنت جايبة اتنين، واحدة ليا وواحدة لمامتي. وبتاعت مامتي انا فتحتها واستخدمتها عندها. هي الفرشة كويسة، لكن موضوع الصابون ده فاشل. ليه؟ لان الاحكام بتاعها من هنا بيسرب صابون. فاحطها يعني مليتها صابون وغسلت بيها وحطيتها كده على الحوض، ابص الاقي الصابون نازل منها من هنا كده، نازل على الحوض كده. فطبعا يعني تعتبر مش حلوة. فيعني ما بنصحش اي حد بيها، هتبقى على الفاضي يعني. دي كانت ب7.5، ودي كانت ب10 جنيه. الاطباق دي الواحد ب5 جنيه. ده طبق كده يعني ينفع تحطي فيه مكسرات، تحطي فيه فاكهة لابنك او بنتك. هو عجب بنتي فجبته لها. وديت فرش تنظيف للمطبخ والحمام، بحيث ان في اماكن ما بتعرفيش توصلي لها، مثلا بين السيراميك، مثلا في البوتاجاز، في الجناب، في الفرن، ممكن الكاوتش بتاع التلاجة، اي حاجة بتحتاجي فيه تنظيف ممكن تستخدمي الفرش دي. وكمان ممكن تستخدمي فرش سنان تكون خلاص مش بتستخدميها، فتشيليها للحين يعني لما تيجي تحتاجيها تستخدميها. فبتبقى الفرش دي مع فرش السنان، وتخصصيهم للتنظيف وبتشيليهم في مكان، بحيث ان محدش يغلط وياخد فرشة سنان وتكون انتي مستعملها في المطبخ. جبت كمان المفرمة دي مفرمة توم. اول مرة اشوفها كده في المعرض، بس مش عارفة بصراحة هي حلوة ولا لا، لسه ما جربتهاش. هي بتفتحيها كده، هي عبارة عن جزئين. بصي فيها سنون من جوه هنا، وفيها سنون من هنا. فهي المفروض بتحطي التوم هنا وكده، وتفرمي كده، تمسكي بايديكي الاتنين وتفرمي كده، ايد كده وايد كده. بصي كده، ايد كده فرحة هتورينا اهي بنعمل التوم كده. المفروض ان هي بتفرم التوم وبتخليها ايه، بتخليه ناعم. دي بالنسبة لمفرمة التوم. دي كمان براية للخضار، ينفع تقشري بيها الجزر. بصي فتحتها كبيرة شوية اهي، تقشري بيها الجزر. هي مرسوم عليها جزراية ومكتوب عليها كاروت vegetables and fruits cutter، يعني مقطعة للخضروات والفواكه. فينفع للجزر، ينفع للخيار، ينفع لأي حاجة بقى ايه ممكن تقطعيها او تقشريها بيها. كمان جبت المعايير ديت، فنروح هتفتحها لنا. المعايير دي اللي هي الكب والنص كب، يعني الكوباية ونص كوباية، ولحد لا لحد ايه المعلقة الصغيرة، يعني دي معلقة صغيرة خالص. مكتوب عليها 7.5 مللي. مش عارفة باينة في الكاميرا ولا لا. مثلا دي مكتوب عليها 15 مللي، يعني 7.5 وبعدين 15، وبعدين ديت مكتوب عليها 60 مللي. الأكبر شوية 60 مللي. الأكبر شوية مكتوب عليها 85 مللي. تمام. بعد كده الأكبر كمان مكتوب عليها
125 ملي، ومكتوب فوق نص كب، وديت مكتوب عليها 250 ملي ومكتوب عليها كب. يعني دي فنجان، والاورنج نص فنجان، والخضرة تلت فنجان، والحمرة ربع فنجان، والزرقاء معلقة، والصفرة نص معلقة. عجبوني قوي، ما كانش عندي منهم، ما كان عندي نوع تاني 4 في بعض، فدول عجبوني اكتر فاشتريتهم. كمان اخر حاجة في حاجات المطبخ، ده كان المنخل بتاع الدقيق اللي هو كده بيشتغل كده. انا عندي المنخل العادي اللي هو المدور، اللي هو بنهزه كده، نهز فيه الدقيق، فانا عجبني ده. كان ماما عندها واحد زيه قبل كده واديته لاختي. فده سهل جدا وجميل، ويبقى فوق الطبق على طول تنخلي على طول كده الدقيق، بيبقى ظريف جدا. ده كان بالنسبة لأدوات الرفايع المطبخ البسيطة اللي أنا اشتريتها من المعرض اهي. بعد كده هنخش على مستحضرات التجميل والكريمات والحاجات دي. أول حاجة أنا اشتريت لورا الشام ده اللي هو غسول الصعد. أنا يمكن وريتهولكوا في الفيديو بتاع المعرض، وريتهولكوا وهو عند الراجل. ده عبارة عن زي جل كده بتدهنيه على أماكن الشعر في جسمك بعد ما تشيلي بعد إزالة الشعر بأي طريقة من الطرق، سواء السويت أو السلكبيل أو الكلام ده. بتفركيه على الجسم وبعد كده بتغسلي جسمك. بصراحة أنا لسه مجربتوش، بس في ناس جربته وعجبها جدا، وفعلا بيقلل نمو الشعر، وبيقولوا ان هو بعد فترة بيخلي الشعر خلاص بيموت البصيلات، فالشعر ما بيطلعش، بيطلع كل فترة طويلة جدا جدا، وبيبقى بسيط وخفيف قوي. ده اول حاجة معانا. بعد كده جبت كمان مسك الطهارة الابيض، طبعا كلنا عارفينه، وده من عبد الصمد القرشي. بصراحة انا كنت عايزاه من زمان، بس ما كانش الاصلي. ده ب50 جنيه المسك الطهارة الابيض اهو. هفتحهولكوا واوريهولكوا. هو عبارة عن كده تولة صغيرة، ومعاه البلية الدوارة بتاعتها. بتفتحيه، افتحيه يا فرحة، بتفتحيه كده وبتشيلي اللي هي دي التولة، اللي هي العصاية بتاعت التولة دي، وبتركبي بدلها البلية الدوارة كده. ركبيها حبيبتي، ايوه، وبتستخدميه. هاتي انا اركبها. ايوه ركبت. ايوه تمام. بتوريهم بقى بتستخدميه فين، عند العصب هنا كده. بنستخدمه كده في الاماكن ايه بتاعه العصب. بصراحه مش قادره اقول لكم على ريحته، روعه جميله جدا جدا جدا. وطبعا كلنا عارفين المسك الطهاره دوت غني عن التعريف. ده بالنسبه للمسك. جبت كمان كريم اغادير. الكريم ده معمول بدم الغزال. دم الغزال ده بودر كده بيبقى لونه احمر. الكريم ده صناعة سورية. برضو ده ب50، لا ده ب75 جنيه. ده ب75 جنيه، هو غالي شوية بس انا جربته رائع جدا. ده بيعمل ايه، بيورد، مكتوب عليه لتوريد الشفاه والخدين والكفين وكعبي القدمين. وكمان بينعم جامد جدا، وبيخلي البشرة زي الحرير. انا جربته في ايديا وفي كعوبي، بصراحة مخليهم حلوين جدا جدا جدا. وما بيتمسحش، يعني بتشربوا الجلد ويفضل الجلد وردي لمدة يوم او يومين، يعني بتحتاجي تجدديه بعد كده. هو كده اهو، وب75 جنيه. لورا الشام ده اللي هو غسول الصعد ده كان ب50 جنيه، وده ب75 جنيه. هنا كمان في جارنيه. ده سكراب للبشرة. مكتوب عليه كريم تبييض وإزالة القشور من البشرة. فعلا رائع جدا. أنا جربته عند الراجل، حطيته على كف إيدي من هنا، وقعدت فركت 30 ثانية. بصيت لقيت فيه جلد ميت، بشور كده طالعة من ايدي، بس ايدي، فما بالك بقى من بقية جسمك وبشرتك ووشك.
بصراحة عجبني جدا، ولقيت فرق جامد جدا بين ايديا الاتنين، بين دي وبين دي. ده كمان كان ب50 جنيه من جارني. بعد كده بقى جبت الفرشة دي. افتحيها فرحة. الفرشة ديت فرشة باودر، للباودر، بتوزعي بيها الباودر. بصي ناعمة جدا جدا وجميلة جدا جدا، واحنا شفناها على النت ولقيتها في المعرض فاشتريتها لان عجبتني قوي. اهي اسمها ملهاش اسم معين، بس هي اسمها ميك اب براش جي جيا جون. هي مرسوم عليها كمان كل الفرش اهي، هي لتوزيع الباودر. كمان جبت القلم ده ايلاينر. القلم ده جميل جدا، اللي عجبني فيه ان هو 2 في 1. يعني ايه 2 في 1؟ يعني من ناحية ايلاينر ومن ناحية دي ناحية الايلاينر. مش قادرة اقول لكم جميل جدا وغامق. بصوا هجربه على ايد فرحة. بصوا جميل جدا، وتقدري ترسمي بيه وردة، ترسمي بيه فرع، ترسمي بيه اي حاجة. الناحية التانية ختامة ممكن تعملي بيها شكل. مثلا نعمل كده، ثبتي ايدك حبيبتي على السفرة، تعملي كده نجوم، هو كله نجوم. مثلا افردي صوابعك، مثلا نعمل كده كأنه حنة. نعمل مثلا رسمة خاتم كده من هنا وهنا كمان كده. بصوا الجمال، جميل جدا جدا. وده كان ب55 جنيه، وسواده حلو جدا جدا. اسمه كيس بيوتي، وب55 جنيه من المعرض. ماشي. وجبت كمان الجلوس ده اهو، اوريكوا لونه على ايد فروحة بقى. النهاردة فروحة هي التستر بتاعنا اهو. لونه فوشيا كده، بينك غامق، بس حلو قوي على الشفايف. وجبت كمان الماسكارا دي، هي سوادها حلو وبتدي كثافة للرموش. كمان جبت ال3 حاجات دول. ده كونتور هنفتحه. افتحي يا فروحة. افتحي لنا بقى بقية الحاجات. ده كونتور اهو، فيه كل الدرجات، بس ده كريمي، برضو من ماركة كيس بيوتي. وكان مش فاكرة بحوالي 55 او 60 جنيه، لا 85 جنيه. ده ب85 جنيه وكريمي. بس انا جربته بصراحة ما عجبنيش قد كده. تهيألي الكونتور الباودر هيكون احلى منه. ما حبيتهوش بصراحة، وغالي على الفاضي يعني، ما انصحش حد يشتريه. دي بودرة ماك، بس دي طبعا مش الاوريجينال، دي الكوبي، هاي كوبي. افتحيها فرحة اهي. ده لونها لونها حلو وهادي. وهنا كمان بتفتح كده عشان تاخدي السفنجة بتاعتها، ليها دور تاني. تفتحيها تلاقي السفنجة بتاعتها اهي. فيها مراية. ماشي. هنا كمان دي باودر شانيل. افتحيها، ما مفتوحة اهي. اهي الباودر، وجوه برضو في دور تاني، هما دورين، هي دورين، وفيها السفنجة بتاعتها اهي. بس هي عشان فيها مراية فالروحة مغطياها. دي كانت ب50 جنيه الشانيل، ودي كمان كانت ب50 جنيه الماك. فاضل اخر حاجة هنا الطقم الفرش النجد ده. عجبني قوي. لسه ما جربتوش، بس هو عجبني لانه فيه كذا فرشة وناعم وجميل قوي. بصوا فيه فرش كتير، فرش للشادو، فرش للروجاجو، فرش للروج. في الفرشة والقلم ده للحواجب. بصراحة عجبتني قوي، شكلها شيك قوي، والعبوة بتاعتها جميلة.
بس انا مش فاكرة بصراحة بكام، مش فاكرة سعرها. بصوا نجد مكتوب عليها نجد برش. بس هي طبعا مش اوريجينال، يعني دي برضو هاي كوبي. يعني معظم الحاجة اللي موجودة في المعرض مفيش حاجة اوريجينال، كله معظمه هاي فيرست كوبي يعني. بس دي كانت المشتروات بتاعتي اللي اشتريتها من المعرض. وكمان اشتريت عباية من عند ياسر السوري، اللي هو المحل اللي انا وريتكم العبايات عنده. اشتريت منه عباية لوالدتي، كان في واحدة زرقاء متعلقة، انا يعني صورتها لكم من فوق لتحت كده، كان الديل بتاعها عليه زيق فضي وصدرها عليه رسمة بالفضي والكمام. انا جبت منها الموف لوالدتي. بس الحقيقة انا وديتها لها للخياط لانها كانت طويلة شوية، فوديتها للخياط علشان تتأثر الديل وتتأثر الكمام. هتقولوا لي ازاي هتتأثر والقطان الذهبي اللي عليها او الفضي؟ فهقول لكم لا، الخياط بتاعنا فنان بيشيل القطان ده الذهبي او الفضي وبيأثر على حسب الطول اللي احنا عايزينه، وبيرجع تاني يرجع القطان ده على الكمام وعلى الديل. ده كان نهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك لو الفيديو عجبكم، وشير وسبسكرايب للي لسه ما اشتركش. وما تنسوش تفعلوا الجرس لان في ناس كتير مشتركة وما بيوصلهاش الفيديوهات بتاعتي. فانا عايزة اقول لكم الجرس اللي جنب كلمة سبسكرايب لازم تضغطي عليه. الجرس بيبان حواليه قوسين صغيرين كده، لو القوسين دول موجودين يبقى هيوصلك اي تنبيه بنزول اي فيديو ليا. لو القوسين دول مش موجودين اضغطي عليه هيظهروا علشان يظهر لك ايه اي فيديو يجي يديكي تنبيه بيه. ما تنسوش الكومنتس، واتمنى اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.